اكتر نوع عربيات الناس بتحبه عالميا وفي مصر، ودي احصائيه انا عملتها مع نفسي كده وانا قاعد النهارده قبل التصوير، وقلت اقولها لكم في الفيديو، بس انا اتوقع من خبرتي ان اكتر نوع الناس بتلهس وراه وبتحبه جدا هو الكروس اوفر والاس يو في. يليها على طول بعد هذا النوع السيدان. يعني الناس تحب الكروس اوفر والاس يو في جدا، وبعد كده يحبوا السيدان جدا. ليه بيحبوا الكروس اوفر والاس يو في؟ عشان زي ما انتم شايفين كده بتبقى عربيات يعني تحسك شاري عربيه دوبلكس، بتبقى عالي كده، الناس تحب تبقى قاعده عاليه، وبعدين بتبقى تحسها تديك طابع عائلي، بتبقى عمليه ومطبات والحاجات دي، فانت بتنبسط في الاس يو في، تحس كده ان انت مالك الطريق. ليه بقى الناس بتحب السيدان؟ الناس بقى اللي بيجوا بعد الاس يو بيحبوا السيدان ليه؟ عشان تحس ان انت واد فخم، شياكه، اكزيكوتيف زي ما بيقولوا كده، اللي هو السيدان ميكس ما بين العائليه والرياضيه في نفس الوقت. بس طبعا صعب قوي انك تدمج ما بين الاثنين، لكن دي الحاجه اللي عملتها مين بقى؟ سيتروين مع العربيه السي 4 اكس الجديده. دي عربيه سيتروين بيقولوا ان هي سيدان ولكن بطابع الاس يو في، يعني هي سيدان ولكن بطابع الاس يو في. ازاي؟ زي ما تحسوا كده، زي ما تشوفوا هي شكلها سيدان بشنطه وبتاع، ولكن تحسها عاليه، يعني فيها من السوبر جيت كده شويه من ورا. العربيه اللي هنتكلم عليها النهارده هي العربيه السيتروين السي 4 اكس، ودي عربيه زي ما قلت لكم في الانترو دي سيدان بطبع الاس يو في، وجايبينها النهارده وموقف معاها عربيتي الشخصيه اللي هي السي 5 الاير كروس اوفر اس يو في صريحه. النهارده هنتكلم معاكم في بعض النقاط علشان افهمكم الفكره من ورا ايه، لان انا لو فكرتوا في العربيه دي تحسوا ان هي ملهاش منافس صريح. الحقيقه العربيه دي بتتقدم في فئه هي لوحدها فيها، اللي هو فكره ان هي سيدان بس عاليه، بس يعني فيها شويه طوابع كده. طوابع ايه؟ انطباعات ايه طوابع دي؟ العربيه السي 4 الاكس فكرتها سيتروين قالوا ان هم يعملوا عربيه تكون سيدان ورياضيه بس في نفس الوقت واخده من حاجات الاس يو في. فمثلا لما تبصوا على العربيه، طبعا انا جايبهم الاثنين جنب بعض عشان تحسوا بفروقات الديزاين. السبيك واحد تقريبا، ابيض في تاتش احمر، فده انا السبيك المفضل بالنسبه لي. طبعا لما تيجوا تبصوا عليها هتلاقوا العربيه ارتفاعها عن الارض عالي، وفي نفس الوقت واخده السحبه بتاعه العربيات الاس يو في، بس ليها شنطه، يعني اللي ورا ده دي شنطه لوحدها مش بتفتح بالازاز. طبعا الديزاين بتاع العربيه السي 4 اكس عربيه لذيذه جدا. طبعا لما تيجوا تبصوا عليها هتلاقوا الفوانيس، لما تيجوا تقارنوها بالسي 5 السي 4 اكس فوانيسها واخده الفي شيب من قدام، اللي فوق دي الاشارات، وبعد كده اللي تحت دي الفوانيس الاساسيه، الواجهه بتاعتها هجوميه من الجنب. السليك ديزاين ده مدي على كوبيه اصلا شويه، وبعدين تيجي تبص من ورا هتلاقي برده في شيب لايتس مع الديزاين المختلف الجديد مع فتحات الشكمان اللي هي الدول. فهي كتصميم عصريه ورياضيه. لسه هخش لكم في بعض التفاصيل، انت تختار العربيه دي ولا تختار العربيه دي، وده هدف الفيديو النهارده، ان انت تختار السي 5 اير كروس ولا تختار سي 4 اكس، مع العلم ان سي 4 اكس عربيه اقل في الفئه، ولكن العربيه دي بتعمل حاجات السي 5 ما تعملهاش، والسي 5 بتعمل الحاجات دي ما بتعملهاش. فانا ده اللي هشرحه لكم ده. طيب منظومه الحركه بتاعت السي 4 اكس بقى نازله ايه؟ لان العربيه دي طبعا سيتروين اهتموا فيها بالرياضيه سنه، اهم حاجه عندهم الراحه، والعربيه الحقيقه مريحه مقارنه بالسي 5 الاير كروس. رؤى حبيبه قلب امي، ولكن العربيه دي ليها منظومه مختلفه. السي 5 الاير كروس بتنزل موتور 1600 تربو 4 سلندر، بيطلع 160 او 165 حصان، انا مش فاكر بالظبط الرقم، نسيت، راكبها بقالي فتره. ولكن العربيه دي بقى 1200 سي سي تربو 3 سلندر، بتطلع 130 حصان و230 نيوتن. وعربيتي فتسها 6 نقلات اوتوماتيك. السي 4 اكس فتسها 8 نقلات اوتوماتيك ايسن، وده الحقيقه فارق جدا في تجاوب وتسارع العربيه. يعني بالرغم ان الموتور ده اصغر وقوته اقل، ولكن تسارعه اعنف بكتير من السي 5. وطبعا العربيه دي جر امامي، ومعدل استهلاك البنزين بتاعها المتوسط بتاعه 5.7 لتر في ال 100 كيلو. فهي العربيه دي من العربيات اللي عامله موازنه حلوه قوي ما بين الراحه بس في نفس الوقت رياضيه، يعني تقدر تقرص عليها شويه وتجاوبها معاك في الجري ألذ من السي 5 في الحته دي. يعني السي 5 ممكن تكون الراحه فيها احسن سنه، ولكن التجاوب بتاع الرياضيه والشقاوه موجود مع السي 4 اكس. طبعا بقى من اصعب الاختيارات اللي تعملها دلوقتي، وبالذات بعد اسعار العربيات الجديده، وتحس ان انت بتحط كده تحويشه عمرك كلها في عربيه، بتبقى انت مش عارف تختار ايه، يعني بتبقى محتاس. وبالذات بقى لما يبقوا معاك عربيتين زي القمر من شركه واحده زي دول، ويبقوا شبه بعض قوي كده، يعني بالالوان دي وبالسباك دي تحس ان العربيتين قريبين من بعض، بس انت مش قادر تحدد تاخد مين. فده هدف من الفيديو، ان احنا نقارن لكم لو هتختار سي 4 اكس تختارها ليه، ولو هتختار سي 5 اير كروس تختارها ليه. هنتكلم في النقطه دي على البراكتيكاليتي او المساحات والاستخدام. طبعا العربيتين ميزتهم
ان هم عاليين، يعني السي 5 اير كروس او السي 4 اكس الاثنين عاليين على الارض، فالارتفاع ما فيش فيه مشكله. المساحات من جوه دي المفاجاه بقى. العربيه سي 5 هي كده كده عربيه اكبر من السي 4 اكس، ولكن كل واحده بتتفوق على الثانيه في حاجه. انا مش هكلمكم في ارقام، انا هكلمكم في استخدام شخصي، لان العربيه دي انا بستخدمها فانا حافظها، لكن العربيه دي انا معايا بقى لها شهر فبجربها. كنبه العربيه السي 4 اكس ككنبه كوسع قاعده ورا احسن شويه من السي 5. السي 5 كنبتها اضيق، بس السي 5 عملوا كده علشان ادوا اولويه اكتر لمساحه الشنطه، يعني مساحه السي 5 الاير كروس كشنطه اكبر شويه من السي 4 اكس. وانا عايز اوريكم برده شنطه السي 4 اكس عامله ازاي علشان ايه تبقوا انتوا فاهمين، لان منظرها والديزاين بتاعها يوحي لك ان العربيه دي بتفتح بالازاز، ولكن هي ما بتفتحش بالازاز، هي بتفتح بس الشنطه لوحدها زي السيدان. شنطتها كبيره مش صغيره، ولكن طبعا فتحتها مش بنفس البراكتيكاليتي او مش بنفس العمليه بتاعه العربيه كروس اوفر زي السي 5. يعني بصوا السي 5 لما تيجي تفتح الشنطه تلاقي ايوه شنطه كهربائيه بقى في السي 5. هتلاقي بصوا في لعب اطفال وحاجات كده عشان الواحد اتجوز وتعب. شنطه السي 4 اكس اعمق، ولكن شنطه السي 5 التحميل فيها اسهل وعائلي وعملي اكتر شويه. فزي ما قلت لكم العربيات كمساحه من جوه السي 5 اكبر، لكن الكنبه بتاعت السي 4 ممكن تبقى اوسع سنه، فهي كمساحات وكبراكتيكاليتي دي ممكن تكسب، ولكن السي 4 اكس تكسب في حته مساحات رجلين للي قاعدين في الكنبه الورانيه. طبعا زي ما انتم فاهمين وزي ما قلت لكم ان عربيات ستروان كلها بتهتم في المقام الاول بالراحه، وطبعا العربيتين دول الاثنين فيهم بروجريسيف هيدروليك كوشن، براءه اختراع ستروان في فكره المساعدين او العفشه اللي هي المريحه جدا، دي فيها ودي فيها. لكن زي ما قلت لكم تجربه سواقه دي رياضيه اكتر من السي 5. ولكن دلوقتي هناخدكم جوه العربيه السي 4 اكس عشان اقول لكم ايه الامكانيات او الكماليات اللي تقدروا تنتظروها من عربيه زي دي من جوه. فتعالوا مع بعض نشوف، نبص مع بعضينا عليها من جوه كده ونشوف عربيه زي دي تتوقع منها ايه من الداخل. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. ندور برضو عشان الايه الجو بره برد لكن جوه حر. المقصوره الداخليه للعربيه سي 4 اكس تختلف عن السي 5 ان هي ابسط بكتير، بالذات لما تبص على العداد. يعني عداد العربيه انا بالنسبه لي دي اكتر حاجه انا ما حبيتهاش في العربيه. يعني العداد ده الموبايلات السمارت فون الجديده اكبر منه، فانا مش عارف ليه عملوه مبسط قوي كده بالزياده. العداد صغير جدا ما بيديش احساس فخامه، يعني تحس ان انت كده ايه هم عملوا الانتيريور كله وبعد كده يقول لك الله احنا سقطنا احنا ما ركبناش عداد. ولكن العربيه طبعا فيها اوبشنز كتيره جدا، غير ان هي سواقتها فيها جزء رياضي لذيذ، الا ان هي فيها حاجات برضو بتساعدك ان هي تبقى العربيه كومفورت، زي مثلا ان هي فيها ادابتيف كروز كنترول وفيها هيد اب ديسبلاي. انا ما بستخدموش كتير الحقيقه. طبعا العربيه فيها وايرلس ابل كار بلاي واندرويد اوتو، ودي برضو حاجه لذيذه ان انت مش محتاج ان انت توصل الحاجات دي بسلك، وفيها شاحن لاسلكي لزوم الشحن اللاسلكي. وطبعا من الحاجات برضو ان الشاشه دي ده الانفوتيمنت الجديد. يعني خلي بالكم العربيه السي 5 الاير كروس دي البري فيس ليفت، الفيس ليفت من عربيتي بقى بينزل فيها الشاشه دي، وطبعا دي استخدامها سلس اكتر يعني وسريع. ده غير طبعا فكره البروكسيميتي كي. الحاجات اللذيذه اللي بحبها قوي في العربيه دي انت ما بتحتاجش تستخدم المفتاح خالص، هو في جيبك، تقرب من العربيه تفتح، تبعد عن العربيه تقفل. المفتاح ده اسهل بكتير من ان انت فكره انك لم تمسك الاكره ولم تدوس على الاكره، حتى دي ما بتعملهاش. طبعا اللي بيميز برضو العربيه السي 4 اكس هي مواصفات السيفتي، وده طبعا دي حاجه معروفه في ستروان دايما ما بيبخلوش في الموضوع ده. اول حاجه ان العربيه دي فيها اكتيف سيفتي بريك بيشتغل كويس قوي مع الادابتيف كروز كنترول او اللي هو مثبت السرعه اللي بيخلي العربيه تتفاعل مع اللي حواليها. فلو انت لا قدر الله في حاجه قدامك العربيه ممكن تقف، يعني تديك فرامل وتنبهك. فيها طبعا بلايند سبوت اسيست اللي هو كشف النقاط العمياء، وفيها كمان ترافيك ساين ريكوجنيشن، ودي حاجه جميله جدا. العربيه فيها كاميرا بتقرا اليوفط بتاعه السرعه، لو ماشي على الكروز كنترول مثبت سرعتك على 100 والسرعه 80 هي هتبلغك ان السرعه 80 وتقترح عليك تقلل سرعتك عشان تبين يعني بدل ما تلبس رادار يعني احسن. طبعا فيها كمان اللين كيب اسيست، العربيه بتحافظ نفسها جوه الحارات، و6 اير باج. وكل اللي انا قلته ده اغلبه ستاندرد، اغلب الفيتشرز دي ستاندرد في الفئتين، اللي هي العربيه دي بتنزل فئتين، فالفئه الاولى والفئه الثانيه اغلب الحاجات دي موجوده ستاندرد فيها، فدي برده من الحاجات الكويسه فيها الصراحه. فالعربيه دي انا عجباني، اصل انا بقيت من محبين ستروين. خلي بالكم الرؤى حببتني في العلامه قوي. بكده نكون ادينا نظرة سريعة جدا، هي مش مقارنة صريحة على قد ما هي نظرة سريعة على الاختلافات ما بين عربية زي السي 4 اكس والسي 5 الاير كروس. وزي ما قلت لكم انا العربية دي بتاعتي، ولكن دي عربية انا بجربها، ولو هكلمكم كده في التفاصيل ما بين العربيتين وايه الافضل كل واحدة قوية في ايه، لان انا بشوف العربية دي بتعمل حاجات العربية دي ما بتعرفش تعملها. ايه اللي السي 4 اكس بتعرف تعمله السي 5 ما بتعرفش تعمله؟ هو السواقة الرياضية. انت لو نازل مستعجل او نازل عايز تنجز، العربية دي هتنجزك اكتر بكتير، نشيطة، موتورها انشط،
السرعات بتقوم احسن. اعتقد كل ده راجع للفتيس الثمان نقلات بتاعها اللي موجود فيها، بعكس الفتيس الست نقلات، بعكس ان الموتور ده اكبر ولكن العربيه ابطا او استجابتها كسوله اكتر من العربيه دي. والعربيه دي كمان الهاندلنج بتاعها كعربيه ستروان حلو جدا. لو هتقارنه بعربيات رياضيه هتلاقي برضو ان هو مش اكتر اداء رياضي في العالم، ولكن اداء مرضي جدا لو انت سرعتك اللي هي السرعات المتوسطه. لكن لو هتقرص جامد ساعتها العربيه دي برضو موجهه للراحه، لكن هي عامله بالانس حلو جدا ما بين الراحه وما بين الرياضيه. دي ميزه السي 4 اكس بالنسبه لي، طبعا مع التصميم اللذيذ جدا والعصري. السي 5 الاير كروس بالنسبه لي هي اريح، يعني لو هتقارن الراحه ما بين دي وما بين دي، لا السي 5 اير كروس اريح، والعزل فيها كمان تحسه احسن، والعربيه كانتيرير وكتصميم من جوه انا بفضله عن السي 4 اكس، وبالذات بالشاشه اللي قد كده اللي بتكسف، يعني تحس كل حد بيركب معايا لما يسالني يقول لي ايه الشاشه اللي جوه دي. فبس دي كانت نظره سريعه على العربيتين علشان نديكوا فكره لو انت يعني محتار ما بين رؤى وما بين اختها الصغيره. موضوع محير الحقيقه، يعني اللي هو تحسك عايز تتجوز الاثنين.